علاش تربية المعز حسن من تربية الخروف؟ شنو تظن؟ إلا عطيتك تختار بين تربية المعز ولا الخروف، شنو غادي تختار؟ بزاف ديال الناس كيظنوا أن تربية الخرفان هي الأفضل حيت مشهورة وحيت كتشوفها بزاف في العيد الكبير ولا في المواسم، لكن واش فعلا الخروف أحسن ولا غير سمعنا وبقينا تابعين؟ اليوم غادي نحاول نوريك علاش تربية المعز فالحقيقة أحسن بزاف من تربية الخروف، وغا نخلي ليك فالأخير تحكم براسك. أول حاجة، المعز كيعيش في ظروف صعيبة وما كيشكاش المعز، سبحان الله، واحد الحيوان اللي عنده قدرة كبيرة يتحمل الجو القاسي. تقدر تربيه في البرد، في الحر، في الجبال ولا حتى في المناطق اللي ما فيهاش الكثير من المراعي، بعكس الخروف اللي إلا ما كانش الجو معتدل كيبدأ يمرض بسرعة. المعز كيتحمل المشي لمسافات طويلة باش يلقى العلف ومكيشكاش، حتى لو كانت الأرض قاحلة المعز غادي يلقى كيفاش يعيش. ثاني حاجة، المصاريف ديال المعز أقل إلا درنا مقارنة بسيطة بين مصاريف تربية المعز والخروف، غادي نلقاو أن المعز كيستهلك كمية أقل من العلف وما كيحتاجش بزاف ديال العناية الطبية. الخروف خاصو عناية مستمرة، تلقيحات، مراقبة وتغيير في النظام الغذائي بشكل منتظم. أما المعز تقدر غير تخليه يرعى في الطبيعة ويأكل من الأعشاب البسيطة وغادي يكبر بلا مشاكل كبيرة، يعني فالمصاريف المعز أرخص بزاف. ثالث حاجة، الحليب ديال المعز كنز صحي بزاف ديال الناس ما عارفينش إن حليب المعز هو من أحسن أنواع الحليب في العالم، سهل للهضم، غني بالفيتامينات وكيصلح حتى للناس اللي عندهم حساسية من حليب البقر. وكاينين دول متقدمة اللي كيستوردوا حليب المعز بثمن غالي حيت معروف بالفوائد ديالو الصحية. فاش كتربي المعز راك كتربي مصدر دخل إضافي ماشي غير من اللحم ولكن حتى من الحليب. رابع حاجة، التكاثر والنمو. المعز كيتكاثر بسرعة كبيرة، والأنثى كتولد 2 مرات في السنة، وفي كل مرة كتولد جدي ولا 2، يعني في ظرف عام تقدر تضاعف العدد ديال المعز اللي عندك بلا ما تحتاج تشتري من السوق. الخروف كيتأخر في الولادة وعدد المواليد غالبا قليل، وهنا كتشوف الفرق في الإنتاج والربح. خامس حاجة، اللحم ديال المعز صحي ولذيذ، بزاف من الناس كيعرفوا أنه لحم المعز فيه دهون أقل وغني بالبروتين وكيهضم بسرعة. حتى الذوق ديالو خصوصا إلا كان مطيب مزيان كيبقى مميز بزاف، والناس اللي كتعاني من الكوليسترول ولا السكري كيتفضلوا لحم المعز على الخروف. يعني حتى في الطلب في السوق بدا كاين إقبال كبير على لحم المعز. آخر نقطة، المعز كيعطيك بزاف بلا تعب كبير، كتربيه، كتاكل من الحليب واللحم، كتربح من الولادات، وماشي بحال الخروف اللي كتسناه حتى يكبر باش تبيعه ولا تذبحه. المعز مشروع متكامل، تقدر تبدا به حتى في البادية ولا حتى في السطح ديال دارك، وما كيطلبش إمكانيات كبيرة. الخلاصة من بعد كل شيء هذا النقاط شنو باين ليك؟ المعز ولا الخروف؟ أنا في الرأي ديالي المعز هو الاستثمار الذكي، خصوصا في هذا الزمن فين المصاريف كثيرة والربح خاصو يكون مدروس. وفاش كتشوف ناس كبار في الفلاحة بداو كيرجعوا لتربية المعز، فهمنا علاش. شنو رأيك؟ واش تبدلتي في رايك؟ شاركنا في التعاليق، خلي النقاش يسخن، وما تنساش دير جام وأبوني حيث جايين مواضيع خطيرة عن تربية المواشي، وغادي نخليوك تربح وتطور راسك بالمعقول.